شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد تحضيرات نفس ما شفتوا 80 بجدية. ناويين وعازمين نحقق 3 نقاط إن شاء الله، وكل يعني نتمنى الجمهور إن شاء الله يكونوا موجودين إن شاء الله. رسالة توجهها لجمهور بنياس. والله رسالة أول شيء نشكرهم على المباراة اللي طافت، يمكن كانوا بكثرة موجودين، ونتمنى وجودهم في المباراة الجاية، وإن شاء الله نحقق 3 نقاط ونهديها للجمهور. بندر الحبابي، مرحبا بندر. الله يحييك. بندر، نسألك عن استعدادات الفريق لمباراة الوصل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفريق مستعد إن شاء الله بشكل جيد. تعرف أنت مثل يعني ما طلعنا من المباراة اللي فاتت بفوز، وهذا دافع معنوي على الاستعداد للمباراة الجاية إن شاء الله، وبإذن الله أن نقدم مباراة طيبة إن شاء الله مباراة الوصل بإذن الله، ونفرح إدارتنا وجمهورنا، وأتمنى من الجمهور السماوي الوقفة ويانا لأن نحتاجه في هالفترة، لأن وقوفه معانا دائما يعطينا دافع معنوي الرقم 1 دائما في كرة القدم، ووجوده إن شاء الله يفرحنا نحن، وبإذن الله نحن نفرحه بإذن الله. على سماوي يوتيوب. أهلا وسهلا. شو استعداداتكم فريق الوصل بقى؟ طبعا نحن مستعدين. المباراة طافت أخذنا 3 نقاط، طبعا لازم نطمح ناخذ 3 نقاط للمباراة الجاية على أساس أن نكمل الفوز ورا فوز إن شاء الله. ونحن بالتأكيد محتاجين دعم الجمهور. الجمهور هم وقود اللاعبين في الملعب، طبعا بوجودهم نحن نقدر نستمتع ونمتعهم إن شاء الله يعني. بالعكس الحمد لله استعداد طيبة، يعني مجهزين للمباراة، ونحاول إن شاء الله أن ناخذ 3 نقاط نرجع للمسار الصحيح في الدوري إن شاء الله. بدون الجمهور ما يقدر يسوي شيء وما يقدر يقدم شيء، وإذا كان الجمهور في الملعب أكيد يعني حتى اللاعب يحاول يعطي كل ما عنده، أقل شيء نساعدهم أقل شيء يعني.